باختصار، وخير الكلام ما قل ودل. والناس اللي تعبانة وشايفانا دلوقتي، والناس اللي عندها مشاكل في حياتها، واللي عايز يجوز بناته، واللي عايز يجوز ولاده، واللي عايزة تتجوز، واللي ما خلفتش ونفسها تخلف، إذا ما شئت في الدارين تسعد. لو عايز تسعد في دار الدنيا ودار الآخرة، إذا ما شئت في الدارين تسعد، وفي أوج العلا ترقى وتصعد، وتعطى الفوز والملك المؤبد، فأكثر بالصلاة على محمد عليه الصلاة والسلام. وإن شئت القبول في الدعوات فتختم بالصلاة على محمد. وإن كانت ذنوبك ليس تحصى تكفر بالصلاة على محمد. فما تتضاعف الحسنات إلا بتكرار الصلاة على محمد. وعند الموت ترى أمورا تسرك بالصلاة على محمد عليه الصلاة والسلام. وفي القبر تحظى بالأماني وترحم بالصلاة على محمد. ولا تخشى من الملكين رعبا إذا سألاك قل لهما محمد عليه الصلاة والسلام. رسول الله حقا اتبعنا وآمنا وصدقنا محمد.